قبل ما نبداو الوصفه تاع اليوم، حبيت نشارك معكم معلومه صغيره. المملحات كما نعرفوها اليوم ما كانتش من عادات المطبخ تاعنا. اصلها يرجع للمطبخ الفرنسي، وين كانوا يقدموا فطائر مالحه صغار في المناسبات، خاصه المطابخ الملكيه والنبيله. كانوا يقدموا كما يقولوا لهم اميوز بوش ولا بوشي سالي، وهي القيمات صغيره مالحه تقدم قبل الاكل. من بعد تطورت في لا كويزين فرانسيز كيما كيش لورين وميني تارت سالي وفولوفون اللي حنا نديروه في طاجين الزيتون. ومع الوقت وصلت لبلادنا وتبدلت، ولات على يد جدتنا بنكهه جزائريه بزيت الزيتون والبصل والدجاج. وانا اليوم حبيت نديرها لكم بالتكتوكه. خليكم معايا خطوه بخطوه. جبت حبه بصله كبيره قطعتها دي بتي مورسو، وزدت حبيبات فلفل قطعتهم كيف دي بتي مورسو. حطيت كلش في مقله كبيره، درت لها شويه زيت، غطيتها وحطيتها في النار باش يدبالوا لي الفلفل والبصل. ومام طون حكمت 2 حبات طوماطيش، رابيتهم وزدتهم في المقله. ما نخلطهمش، نخليهم كيما راهم ونغلق عليهم. التوابل عندنا عكري، فلفل كحل، شويه كمون، راس الحانوت، الزنجبيل والكركم. نملحهم ونخليهم يتبالوا. هنا بعد ما تبالوا لي ولا هكذا نزيد نخليها تشرب مليح المرقه، ونرمي لها 2 حبيبات بيض، وهكذا تكون وجدت لي الحشوه. دركا نروحوا للعجينه. في ريسيبيون ندير مغرفه تاع ماكله تاع خميره الخبز، مغرفه تاع السكر، كاس تاع الحليب، كاس تاع الماء دافيين. نخلطوا مليح، من بعد نبدا نزيد لها في الفارينه، ونزيد لها مغرفه تاع ماكله ممسوحه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى، وما ننساوش ملعقه كبيره من الخل باش تبقى العجينه طريه. نزيد الفارينه ونلم العجينه، ونخلي ربع كاس تاع الزيت في الاخر. هنا نزيد ربع كاس تاع الزيت ونسيي ندخلو في العجينه. بعد ما تلمت لي العجينه لازم نخليها تتلاصق. نحط الفارينه في الريسيبيون ونحط العجينه وندردر من الفوق الفارينه ونغطيها ونخليها تريح. العجينه راح تولي الاستيك بدون دلك. نشكلوها كويرات. التكتوكه بعد ما طابت لي ورميت لها البيض، ونبدا نشكل في المملحات بهذه الطريقه. العجينه خرجت خفيفه وهايله وسهله في الخدمه تاعها. نورمالمون راهي تبان لكم من باب اللي راهي في العجينه، معناتها العجينه خرجت مليحه. نبدا نحشي فيهم. نص نشكلهم دي باركات ونص نديرهم دوائر.
هنا في ان بول جبت 3 حبات بيض وزدت لهم الملح، خلطتهم مليح ومسحت لي بوردور تاع المملحه تاعي بالبانسو كيما راكم تشوفوا. وكي كملت زدت فرغت شويه البيض داخل المملحه. هنا كنت شعلت لو فوغ تاعي على درجه 180. ندخل سنيوه الفوغ طيب لي 10 دقائق من التحت، ومن بعد نشعلها من الفوق باش تاخذ التحميره. هنا نكمل نخدم المملحات اللي بقاو لي، والعجينه اللي بقات لي حليتها رقيقه ودرتها في الطاجين طيب لي كيما الخبز تاع التورتيلا. والعجينه هذه خرجت لي خبز تورتيلا طري وبنين، وراح نولي نعتمد هاد العجينه في خبز تورتيلا. وجدت السنيوه الزوجه بنفس الطريقه، وهنايا طابت لي السنيوه الاولى، طابت لي مليح واخذت تحميره شابه. وشوفوا لكم الحبه قدامكم. وهاوليكم خبز تورتيلا كيفاش خرج ليه. شوفوا شحال خرج الشباب. نرمي لها شويه شيدار من الفوق باسكو انايا كي ندير المملحات نحب كي يخرجوا من الكوشه باش ندير لهم الشيدار باش يجي دايب، ما نحبوش يتحرق ويتحمر في الكوشه. شوفوا لي كيفاش طابت من التحت، وهاي لكم نقسم حبه معاكم. وهاي لكم سنيوه الزوجه بعد ما طابت، محمره من الفوق وطايبه من التحت. وصلنا لنهاية الفيديو، وهكذا نكون كملنا وصفتنا لنهار اليوم. مملحة خفيفة اقتصادية وفيها نكهة جزائرية أصيلة بحشوة اقتصادية اللي هي التكتوكة، للمكونات تاعها كاينين في كل دار. إذا جربتوها شاركوني رايكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموا القناة بلايك واشتراك باش توصلكم كل وصفة جديدة. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ووصفة أخرى بإذن الله بنينة بسيطة وتجمعنا على طاولة واحدة.